باش درتي يا يدي تودي. كلشي عارف هاد المثل. ايوا اجي ونعرفو حكايته. كان يا مكان حتى كان لحبق السوسان، والملك ملك الرحمن، ونصليو على نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا سادة يا كرام، هذا واحد الملك فارسي تيعيش هاني في المملكة ديالو، وحاس باللي دايرين بيه من وزراء ومستشارين سامعين طايعين، والشعب عايش على ما يرام. ومنين كان دوام الحال من المحال، الملك في يوم من الأيام وهو في وسط الحمام اكتشف باللي داتو هجم عليها البرص وقريب يوصل لوجهه. الأطباء حاولوا ولكن بلا نتيجة. الملك تغيرت حواله وقرر يسد عليه وما يخرج للناس. وفي نفس الوقت المستشارين والوزراء اتصلوا بكل الأطباء اللي تيعرفوا واللي تيسمعوا بهم، وكل واحد تيجي تيدير شي محاولة، والنتيجة ديما والو. وفي واحد النهار ظهر في مملكة الفرس واحد الرجل من بلاد اليونان، شهر راسو باللي طبيب حكيم وعارف بأسرار كثيرة وعلوم كبيرة، وكانت ديانته مسيحية، أما ديانة الفرس فكانت هي المجوسية. ومنين دوز ايام ساق الخبار لمرض الملك، وفي الحال قصد باب القصر وطلب يقابل الوزير شامان. وبالفعل رحب به وسولو شنو الغاية من الزيارة. وفي الحال الحكيم قال له أنا عندي علاج يداوي الملك من البرص في رمشتعين. ومنين ردوا الخبر على الملك قال لهم أنا عييت من كلام الأطباء، قولوا لهذا الحكيم إلا داواني بالصح غادي نهديه اللي ما تيحلمش بيه ويكون طبيبي الخاص، وإلا فشل غير يعول على راسو يطير ويكون عبرة ليه والغير. الحكيم قبل وزعم وقبل يسمع بلا ما يندم، وفي الحال طلب من الملك يحيد لباسو باش يعالج باسو. وكانت طريقة العلاج غريبة، ما فيها لا دهنة ولا عشوب ولا وصفة كلها كذوب. العلاج يركز عليه بالنظر وبالزربة يتحقق الأمر. ومن بعد دقائق معدودة صبحات الحكمة مشهودة، البرص طار والملك دهش وحار وهو تيتمتع بداتو في المراية. وقال ليه يا حكيم من هاد اللحظة بلاصتك معايا وحدايا. وفي الحين أمر ليه بأغلى الهدايا ورجعوا صديق وونيس. الساعة شكون يخليه بليس يتمتع باللي جاه؟ حكت الوزير شامان حسدو وبغضو وعمل كل ما في جهدو باش يمحي اثار الحكيم. وهذه هي حالة كل ماكر لئيم. مشى الوزير شامان عند الملك وقال يا مولاي، ما تنساش باللي هاد السحر راه جانا من اليونان، بلاد الديانة المسيحية، وحسيت باللي هو جاسوس جاي يقضي على ديانتنا المجوسية. رد عليه الملك ولكن يا وزيري الكبير، هاد الحكيم راه دواني وهناني. وهنا قال ليه شامان يا مولاي، راه دواك بالنظرة ويقد يقتلك بيها منين يحس باللي تمكن، ويقد يفتن. وبقى عليه حتى طاق ونسى الخير وآمر بالراس يطير. ومنين مسكين جابوه في الحين حراس القصر، حس باللي تخلط عليه الأمر وعيا ما يشرح ويزاوق. الساعة الله الله حس باللي الفاس طاحت في الراس والملك عمروه وسواس. ومنين تيقن باللي غادي يتدفن خاطب الملك وقال يا مولاي، أمرهم قبل موتي نرجع للدار باش نهدي لك كتاب العجايب والغرايب، واللي منين تقلب صفحاته وتلقى صفحة دواء الموت حط عليه راسي يدوي، وانت غير تمنى وحتى من الموت غادي تهنى. الحراس داو الحكيم وردوه وبوتاق حديد شدوه، والسياف خدم سيفو البطار، وفي رمشتعين الراس طار. شو ما نفرح وقدم الراس المغدور، والملك بدا عقلو تيدور مع الكتاب اللي قدامه وبدا تيقلب الصفحات، وفي الكتير تلقاهم لصقات. وهنا بدا تيستعمل ريقو باش يفك الورقة على اختها. وبدا الوقت يفوت ومازال موصلش للصفحة المقصودة واللي عليها مكتوبة عبارة دول الموت. الكتاب كان كبير ومع الصفحات اللاصقات كيف يدير؟ ما ينفعو غير الريق والريق والريق. وفجأة قبطو حريق
وما جا يقول حتى تقطع طراف. كلشي صاح: انا ري، هذا السم الهاري. وهكذا الملك اللي سمع لوزيرو خدا جزاء الغدر، واللي زاد حير في الامر. الصفحه اللي وصل لها الملك كان مكتوب عليها: هذا خلص الغدر، وباش درتي يا يدي تودي. وهكذا حكايتنا مشات مع الواد، وراكم فهمتوها يا الجواد. حكايتنا هنا سالات، مازال موراها يجيو حكايات. لا عجبتكم خليو بصمتكم هنايا باش تشجعوني نستمر حتى نايا.